السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين المتتبعات الغاليات؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو يا ربي. مرحبا بكم في قناتكم مع ام نورة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضر معكم الكيكة مالحة اللي كتجي لذيذة بزاف وزوينة ومعلكة. وشكرا على الكومنتيرات ديالكم الزوينة، شكرا على الاشتراك ديالكم في القناة، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. غنحتاج 250 غرام ديال صدر الدجاج مقطع طريفات صغار. غنحتاج بصله كبيره مشلضه. غنحتاج 2 معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. غنحتاج 2 الفلفلات، وحده حمراء وحده خضراء مقطعين مربعات صغار. غنجيب المقله وندير فيها شويه ديال الزيت بلديه، الزيت ديال العود. نرش عليها شويه ديال الملحه. البصله من تحمر والملحه فيها تجي بنينه وتعطي واحد المذاق زوين. حتى تنزل شويه عاد نولي نضيف عليها الدجاج. دابا ضفت الدجاج على هاد البصله. غنزيد شي هاد الملح، ما خصناش نملحوه بزاف. غنضيف راس معلقه ديال الابزار، راس المعلقه ديال السكينجبير. غنضيف راس معلقه ديال الثومه بودره، واللي ما عندوش الثومه مطحونه يحك فص ديال الثومه. غنضيف كنور ديال الدجاج، غنولي مفرتتو على هاد الدجاج والبصله باش يتشحر هاد اللحم وتدخل فيه داك التوابل ويجي بنين. عاد نضيف عليه فلفله. هاد الكيكات الخضار كتجي زوينه بزاف، وغتجربوها ان شاء الله وغادي تنال الاعجاب ديالكم. دابا بما تشحرت الخضره غنخليها على جنب وندوز نحضر الكيكه اللي نحتاج فيها كاس الى ربع ديال الزيت. هانتو كما تلاحظوا كاس ما عامرش بزاف. غنحتاج 2 كيسان ديال طحين الزرع بنخالته. غنحتاج 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال الفرماج احمر، 4 ديال الفرماجات مثلث، و2 خميرات حمر، وكاس ديال الحليب. غادي نجيب هاد الهاشوار فيها غادي نطحن. غنولي نوضع فيها 3 ديال البيضات، نضيف كاس ديال الحليب وكاس الى ربع ديال الزيت. نطحن هاد المكونات مزيان. عاد نولي نضيف عليه الفرماج ثاني. نجيب هاد الاناء ونولي نكب فيه هاد الخليط. غندير نص معلقه ديال الخميره بوبيبات ولا الخميره الفوريه. هانتم الزرع الكامل بنخالته بكل شيء. نولي نضيف 2 خميرات حمر ديال الحلوى عليهم. الفرماج عاد غادي نديرو دابا، ما درتوش في الاول درت الفرماج مثلث. الخضره راها بردات ما بقاتش سخونه. غادي نكبها على هذا الخليط ونحركو مزيان. نخلط هذا الخضار مع العجين حتى يتخلط مزيان. هانتو كما تشوفوا. غادي نجيب هذا المول دهنته بزبده ورشيته بالطحين ديال الزرعنيت. غادي نسكب فيه هذا الخليط، ولكن تجي زوينه بزاف، ونتمنىكم تجربوها وتستحق التجربه من عندكم. دابا غادي نولي ندير لها الزيتون الخضر من الفوق.
هانتو كما تشوفوا دابا نسخن الفران مزيان ونغسلو ونخلي الكيكه ديالي حتى طيب على خاطرها. هانتم كما تشوفوا بعد ما طابت الكيكه غادي نشكوها بواحد الموس. منيت الموس ما فيه حتى شي حاجه نعرف الكيكه ديالي راها طايبه. دابا نخلي شويه ديال الفرماج نرشو من الفوق، غادي يذوب بداك الحراره ديال الكيكه. هانتو كما تشوفوا غادي نحلها معاكم وتشوفوا كيفاش جات. هانتو كما تشوفوا جات غزاله غزاله البنات، شكلا ومذاقا جات فنه. هانتم تشوفوا تبارك الله طريفه الدجاج كيفاش يجي كلشي باين، والمذاق ديالها واعره البنات. المذاق د هذه الكيكه زوينه زوينه بزاف وتستحق تجربوها في الصراحه وعلى ضمانتي. هانتم كما تشوفوا كلشي واضح وباين وكلشي هانتم تشوفوا بعينيكم بلا ما نزيد نشكر لكم اكثر. هانتي تبارك الله وجات فتيه غزاله غزاله. وفي الاخير نقول لكم شكرا على المتابعه، شكرا على الكومنتيرات، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الفيديو آخر إن شاء الله.